تخيل كده معايا يا صاحبي انك تكون من اقوى المحاربين في الكون ده كله، وتعرف كمان تقتل ملك الشياطين وتنقذ الناس. فعلشان يشكروك قرروا ان هم يستغنوا عنك وعن خدماتك، لان خلاص ملك الشياطين مات، ما عادش ليك اي لازمه لا انت ولا المحاربين اللي معاك. ويلا عشان ما اطولش عليكم، يلا نبدا الانمي. بنبدا ببطلنا راؤول وهو بيحارب جيش ملك الشياطين وبيقع على الارض، بس في محاربه بتنقذه وبتقول له لا لا فوق معانا كده، ده جيش ملك الشياطين مش اي جيش. وفي نفس الوقت الجيش كله بيهجم عليهم بالاسهم، وفي واحد بيتدخل وبينقذهم وبيكملوا القتال. هم دول بقى ابطالنا يا جماعه، وبالفعل بيقتلوا ملك الشياطين. وبما انه مات ما عادش في اي خطر على المملكه، فالمملكه قررت توقف مشروع الابطال. وبطلنا بقى بياع فاشل عادي في سوبر ماركت بس كبير، وعمال يحاول يقنع الناس ان هم يشتروا المنتجات والادوات الكهربائيه، بياع يعني. ودي نوفا هي زميلته في الشغل وعماله تقول له انت لازم على فكره تبيع، لانك لو ما بعتش هتطرد حتى من هنا. بس بطلنا في حته تانية خالص وبيقول لها البسي تنوره طويله بس الاول عشان انت كده مش لابسه اساسا. وفجأة بيجي ناس كتير قوي جدا من بره عمالين يشتروا المنتجات بتاعتهم، وبالأخص التسجيلات السحرية المشهورة. ودي لعبة سحرية مشهورة جدا لدرجة ان هما مش كانوا عارفين يتحركوا من كتر الزحمة، وبقى كل الكمية الموجودة في الأرفف وبيقعدوا تعبانين جدا من كتر المجهود. وفي شخص كده بيخش بس راؤول بيقول له ان الأشرطة خلصت، انت جاي ليه يا صاحبي؟ وبياخدوا بالهم من التلفزيون، المذيعة عمالة تقول ان الشركة فلست بتاعة الألعاب، فالناس عماله تدور عليها في اي مكان. والشخص اللي واقف عمال يزعله، لا بقول لك انت عمال تتفرج على التلفزيون وسايبني ولا ايه؟ خش يلا ناديلي المديره بتاعتك. وبطلنا اتصدم، مديره انت تشتكيني ولا ايه؟ لا ثانيه بس، الاشرطه خلصت افهم. بس مره واحده بيدير السي في بتاعه بيقول له انجز يلا وريني المديره بتاعتك. ومره واحده المديره بتخش وبيقول لها ان هو جاي علشان الانترفيو، بيروح معاها وراؤول بيبص في السي في وبيتصدم ايه ده، وبيمشي وراهم وبيروح يقول للمديرة بتاعته ان ده شيطان ومش اي شيطان، ده ابن ملك الشياطين. وبطلنا متضايق جدا، ازاي في شيطان هيشتغل معاه بعد ما قضى وقته كله بيحارب الشياطين؟ بس المديرة بتقطع كلامه، هيشتغل عادي عادي خالص، وانت كمان هتكون المسؤول عنه وهتدربه كمان، والا هطردك. فبطلنا ما بيلاقيش اي حل خالص، لان هو عايز ياكل ويشرب وما معهوش اي فلوس. وبنعرف ان اسمه فينو وبيكون مشغول جدا مع التلفزيون والاشرطه والالعاب والحاجات دي لانه ما يعرفهاش نهائيا. بس راؤول بيزعله، سيبك من الفرجه امسح وظبط الارض. بس بطلنا اول ما بيبص للتلفزيون بيفتكر الذكريات بتاعته اول ما هزم ملك الشياطين ومحدش عبرهم في المدينه نهائيا. وبنرجع للواقع تاني والزبائن عماله تجري، وراؤول مستغرب هما بيجروا ليه دول، بس بيكتشف ان فينو بيبص لهم ببصات زباله. فبيروح يقول له لا لا بقول لك ايه، تعدل وبص للناس حلو وشيل الزونت اللي على راسك كده. ولما بيشيله بيلاقي ان شعره طويل زي البنات. في زبون بيخش راجل عجوز كده، وراؤول بيقول ايه ده هيعملها تاني ولا ايه، وبيخش وبيعمل حركه غير لائقه ملناش دعوه بيها. وفينو بيجري عليه عشان يضربه بس بيوقفوه، بيطلع ان هو راجل كبير في السن وبيشتري مصباح. ونوفا على اخرها هقتله، شيلوا الراجل ده من قدامي هقتله، انا محترماه بس عشان سنه. وبيجي ميعاد الغدا وبيقعد علشان ياكل، بس بتخش عليه واحده اسمها اللام وبتقول له مالك يا ابني انت حزين كده ليه؟ بس هو بيكسفها، سيبيني لوحدي وهبقى تمام. وزميلتها بتخش اللي هي اليزا وبتزعلها لانها ما وصلتش الاوردرات ولا عملت اي شغل خالص من بدايه اليوم، وبتخليها تمشي. وبتقعد هي وبتقول له انت زعلان بقى ليه بقى وحزين ليه؟ وبعدين نفس الاكل ما بتغيروش ليه؟ انت مش معاك اكل؟ بقول لك ما تبالي الاجهزه دي من عندكم، تديله اكل كمان على حسابها. وبتقول له يلا خد ده مقابل ان انت هتساعدني وتجمع لي المعلومات وتقول لي احسن اجهزه وتشتريها لي. وبننتقل عند المديره وهي بتكلم واحد اسمه فايزر، وهو نائب المدير، وبيتكلموا عن فينو وعمالين يتفرجوا عليهم من الكاميرات. بس راؤول طالع عينه معاها، مش عارف يتعامل معاها خالص لان هي بتبص للناس بقرف، حتى مثل ان هو زبون وهي اللي بتبيع. البت بتبص لهم بصات احتقار، وهو اقتنع ان ليه اي زبون بيخش بيجري. وبيديها كتاب عن التعامل بلطف مع الزبائن، وبيروح الأجهزة عشان يعلمها، بس هي ما بتعرفش تعمل أي حاجة خالص في عالم البشر، والأجهزة دي جديدة عليها وسحرية وما بتشتغلش بالكهرباء، بتشتغل بالسحر. لما بتبدأ تجرب عشان تشغل المجفف بيفرع في وشهم هما الاتنين، وهو بياخدها علشان هتاخد برد فبيحاول يغير لها لبسها. بس أول لما بيفتح السوسته في حاجات بتظهر، وإيه ده هو ده مش ولد؟ وبياخد الصدمة بقى وهي بتبصله إيه يا متحرش. وصاحبنا اصلا على الله ما يعرفش اساسا، كان مفكرها ولد، وبترمي عليه كل حاجه موجوده في المكان.
يا حسالة المجتمع يا زبالة، انت المفروض تتسجل، ده انا هبلغ عنك يلا. وعمال يحلف لها ان هو والله ما اعرف اي حاجه، ده المديره ما قالتليش ان انت ولد ولا بنت. وبعدها بتقف تستنى الزباين، بس هو بيديها المعاش عشان تكنس وتظبط المكان. وفي اخر اليوم بيروح يجيب طلبات من زميلته، للعلم زميلته دي فاتحه متجر جنبيهم بالظبط. وبيروح للمدير عشان يسلم الورديه بتاعته ويروح، خلاص بقى تعب. بس بيلاقي فينو لما بيسالها انت تعملي ايه هنا، بتقول له ما عنديش منزل اصلا، ما عنديش مكان انام فيه، فهغسل وشي وانام هنا. بس الغريب ان هي بتستحمى عادي في نص الصاله، وهو بيزعلها ايه ده، في مكان للدش، الحمام حطوا فيه دش تمام، ساونا جاكوزي الحاجات دي بتبقى جوه مش هنا. ده غير طبعا ان هي كانت بتستخدم صابون الاطباق اللي هو زي البريل والبرسيل والحاجات دي اساسا على شعرها. وبيزعلها لان شعرها اولا هيبوظ، وبوظت الاجهزه وبوظت المكان والدنيا باظت خالص. وبتجرب تمسك مجفف الشعر علشان تلحق شعرها، وبينفجر وبيفجر المكان كله. وتاني يوم بنعرف ان راؤول محبوب وسط جيرانه جدا، وبيشكروه على الاجهزه اللي باعها لهم، وما كدبش عليهم في اي حاجه خالص نهائيا. وللعلم هم ما يعرفوش اي حاجه عن ان هو قتل ملك الشياطين اصلا. وبعدها بيروح للمديره بتاعته وبيلاقي فينو نايمه من غير المهم هو اللي بيتكسف، وبيقعد يتخانق معاه علشان اللبس، وعلشان كمان طريقته كلامها مع الناس وحشه جدا، بتهددهم بالقتل لو ما اشتروش. وفايزر بيخش مره واحده، سلام عليكم عاملين ايه يا جماعه، على فكره انا بهددكم دلوقتي ان انتوا لو ما صلحتوش الاجهزه او جبتوا لي غيرها انا هنفخكم، انتوا من امبارح عمالين تكسروا في الاجهزه، وكمان فجرتوا المكان امبارح لو مش واخدين بالكم يعني. ويرسم لهم وثيقه سحريه باستخدام السحر ازاي يستخدموا المجفف، وان هم يدوا طاقه بسيطه جدا للاجهزه ديت. والوثيقة دي تم إنشائها عن طريق مهندس سحري في شركة ME، وهي عبارة عن إن أي شخص في العالم دوت عنده سحر، إما بيستخدمه في المجال الحربي يا إما بيستخدمه في المجال العادي اللي هو الأجهزة بدل الطاقة. بعدها فينو بتقوله إن العمل هنا هيبقى حلو وشكله هيبقى جميل جدا. بس بطلنا بيكون زعلان على نفسه ان هو بقى بياع، وبنعرف ان فينو عندها طاقه سحريه جباره، علشان كده بتبوظ الاجهزه وبيفضل يعلمها اسلوب الكلام. وبعدها بتهجم عليه نحله سحريه، وهو لسه هيهجم عليها بيفتكر كلام رؤسائه في الامبراطوريه ورؤساء الشركات، وهو كان بيدور على الشغل، وبيقول له هنعمل ايه بيك، احنا عارفين ان انت ممكن تدمر مدينه كامله، بس احنا هنستفاد بيك ازاي بالظبط. ويفضلوا يضحكوا عليه وعلى ملك الشياطين ان الحرب انتهت، فغور من الاخر يعني انت مجرد حسالة. وبنرجع للحاضر، وبيسيب النحلة وبيمشي زعلان على نفسه، وبيشوف صديقته اللي كانت معاه وبتقاتل وكانت احد الابطال، واستغربت ان هو قاعد بيكنس وبينظف المكان. ايه ده، انت مش كنت من افضل الابطال في العالم يا ابني معايا، انت غريمي ازاي بقيت هنا. بس راؤول بيقطع كلامها، لا لا يهدي بس عن نفسك، انا فضلت 6 شهور في البيت من بعد الحرب من غير اكل ولا شغل ولا اي حاجه، ومش عارف اكفي حتى نفسي. بس بتبصله بصة احتقار، انت خيبت ظني جدا، مع اني كنت فاكراك اصلا المنافس الاول بتاعي. وبتمشي، وبعدها بشويه في حرامي بيخش المتجر وبيقول لهم سلموا الفلوس اللي معاكوا. بس فينو بتقول له ايه ده، هما بقى بيبيعوا فلوس هنا ولا ايه، اتفضل خد اللي انت عايزه. وهي عماله تفكر هو ده حرامي ولا هم بيبيعوا فلوس، ولا انا اضربه ولا لا. فبتقرر انها ترحب بيه، بس الحرامي بيقع بالغلط، وبطلنا بيخش يشوف المنظر. ايه ده، الله يخرب بيتك انت بتعملي ايه في الزباين يا بنت. بس الحرامي بيمسك الفاس عشان يضربهم بيه، والاتنين بيتفادوا كل الضربات بكل سهوله. فراؤول بيفهمها ان لا ده حرامي، ده مش زبون، ده حرامي. فبتقول له ايه ده يعني ينفع اقتله، يلا بينا. وتنط تمسك الفاس عشان تديله حته تجيب اجله نصين. بس راؤول اول ما بيسمع كلمه قتل، الله يخرب بيتك هتودينا في داهيه، بيروح يمسكها بسرعه. وفي زبونه بالصدفه بتخش وبتشوف المنظر قدامها وبتصوت. وبعدها راؤول بيستأذن بدري لان هو عنده ميعاد مع اصدقائه. فهنا المديره مستغربه اصدقائه، الواد ده مش كان وحيد ولا ايه، ماشي خد اجازه. وبعدها بيروح لاصدقائه، بنشوف ان هم اصدقائه من ايام الحرب، وهم دول كانوا ابطال معاه مع اللي كانت موجوده. بنعرف طبعا ان كلهم عاطلين عن العمل، وبيسألوه عن بايري ولو شفتها، فبيقول لهم شفتها الصبح. وبيزعل قوي بعدها ان هم كلهم ما فقدوش اي امل نهائيا، عكسه تماما. وبيرجع للمدير عشان يسلم عليها، بس بيلاقي فينو نايمه هناك، وبيشوف الكتب اللي هو اداها لها علشان تذاكر فيها، وبيلاقي فعلا خططت وكتبت حاجات كتير فيها لان فعلا كانت بتذاكر. بس هي بتقوم وبتنتشها منه بسرعه، وبتكون مكسوفه جدا، وبتقول له اختبرني. وبالفعل بتكون ذاكرت كل الكتب حرفيا. وتاني يوم المديره بتقول له ان فينو اجرت شقه، والشقه دي على فكره هي جنبك في نفس العماره. وهو مصدوم، ايه
ليه في نفس البيت؟ مش فاهم. فبتقول له انت هتخلي بالك منها، على فكره ده اجباري مش اختياري، بدل ما تردكم انتوا الاتنين. وخلاص كده بطلنا اتدبس، ويلاقي الباب مفتوح وبرضه ما بتلبسش، فبيزعلها البسي حاجه. ها البسي حاجه. وانا واحد من الناس بقول لها فعلا البسي حاجه، عشان انا زهقت من كتر الحاجات اللي هقعد اشيلها واحطها والحوارات دي. يعني المونتاج ياما، المونتاج انا هقعد سنه اعمل مونتاج. المهم بيجيب لها لبس وبيكون مكسوف جدا، وهما ماشيين بيقول لها هي المديره ما جابتلكيش اي ادوات في البيت ليه، ولا عفش ولا اي حاجه ليه؟ فبتقول له ان هي لسه جايه وما بقالهاش فتره كبيره، فلسه هتكون نفسها. وبتقول له ايه ده اللبس ده حلو والتيشيرت اللي انت اديتهولي، لا انا عاجبني انا هاخده. وهو بيقول لها انسي مش هديهولك. وبيروح للمديره هما الاتنين، والمديره بتبص له ايه ده، ايه يا ابني انت بومه، ما تضحك بقى شويه، ابتسم الحياه حلوه. انا اخترت الشقه دي لان هي رخيصه، وكمان لازم حد ياخد باله منها، انت شايفها مش هتعرف تتعامل مع بشر اصلا، وانت الوحيد اللي هنا موجود وتعامل مع الشياطين كتير. بعدها بتجيلهم سيده عجوزه معاها مروحه بايظه، وبتطلب منهم ان هم يصلحوها، بس هي بايظه فمش عارف يعمل ايه. ففينو بتتدخل وبتطلب منه ان هو يصلحها، لان ابوها قال لها ان الاجهزه القديمه دي جباره حرفيا. فراول بيرد عليها هو تقريبا انت فهمتي غلط، لان هو كان قصده الاسلحه القديمه اللي انتوا قتلتوا بها البشر يا عالم يا معفنه. وعموما حاضر اصلحها، بس مش عشان ابوكي، ده عشان ست عجوزه وشكلها غلبانه بس. وبتتدخل واحده شبه الروبوت، وهي دي لو، وهي شغاله في قسم الصيانه في شركه ليون. وليون دي هي الشركه الكبيره او المتجر ده اسمه. وهتتولى صيانه المروحه، وبنشوف المديره والرؤساء بتوعتها وبيقولوا لها ان معدل الرضا بتاع الزبائن في فروعها 93%، ودي حاجه جباره ما حصلتش في اي فرع تاني في الامبراطوريه. بس في مشكله، انتوا ما بتبيعوش اصلا كتير، فاحنا كده هنضطر ان احنا نغلق الفرع بتاعكم ونسرحكم كلكم، لان انتوا ما بتبيعوش. يا فرحتي الخمسة ستة اللي انتوا بتبيعوا لهم بيدوكوا تقييمات حلوة، بس انتوا ما بتبيعوش. وبننتقل لبطلنا وفينو، وهما بيروحوا لإليزا في السوبر ماركت اللي هي شغاله فيه، وبيتعرفوا على بعض. واول لما رام بتشوفها بتزعل جدا، لان هي بتكون غيرانه جدا منها، وبيشتروا الحاجات اللي هم عايزينها وبيرجعوا تاني للمتجر بتاعهم. والمحاربه بايري بتيجي تاني علشان تشتري حاجات من بطلنا، بس راؤول بيديها الوش الخشن وبيعملها زي الزفت، فبتروح تزعق له. فبتقول له على فكره انا هشتكيك، انا بقيت حاجه كبيره جدا، انا دلوقتي شغاله في اكبر شركه امن في الامبراطوريه، وبعدين انا شغاله عشان مستنيه اليوم اللي هقتل فيه كل الشياطين، انا نفسي بس المح شيطان واحد معدي قدامي. وفي نفس الوقت فينو بتنظف وبتقول له ايه ده، بس بتفتكرها حراميه وبتهجم عليها. وبطلنا هنا بيتدخل بسرعه جدا بيمسك ايديها، بس بتاخد بالها من ودان فينو كبيره. وراول بيتدخل لا دي خلقه ربنا عادي، هي بس ودانها كبيره شويه مش حوار، انت هتتنمري كمان على البيت، لا اله الا الله. فبتقرر تسيبهم وتروح تكمل تسوق. وفينو بتقول له اسفه ما كنتش اعرف ان هي تبعك، انا كنت مفكرها حراميه بس زي الواد اللي انا ضربته قبل كده، وكاعتذار مني هروح اتعرف عليها دلوقتي واقول لها ان انا بنت ايه بنت مين هس. وبتيجي الاجهزه الجديده من المقر الرئيسي وعليها خصومات كبيره علشان يعرفوا يبيعوها، والمديره بتيجي بتقول لهم ولا زعلانه نفسيكم انا وهو يا جماعه يلا جربوها. وبتاخد بالها ان شعار الشركه مختلف شويه، واول لما بيشغلوا الجهاز بتطلع ايادي غريبه وبتمسك المديره ونوفا وبتهجم على الجميع. وبطلنا بيتفادى كل الضربات، وبايري بتصد كل الهجمات بسهوله. والمختصه بالاصلاحات ديت اللي هي اللو بتشرح ان ده خطا في التصنيع. الجهاز اتشحن بطاقه سحريه كبيره وبتتمسك، وبايري بتنقض عليه وبتكسر كل الايادي والكل بيهرب، بس بيطلع ايادي جديده وبايري بتتمسك والايادي بتكتفها ولا كأن اي حاجه حصلت، وما بيعرفوش يتحركوا، بل كمان بتحرق اي حاجه تلمسها. وفينو بتجري علشان تنقذها بس بتتمسك هي كمان وبتتنفخ. وبطلنا بيروح يمسك سيف من المتجر وبيضرب وميض بيأذن بيه الايادي، وبيشحن السيف بالسحر بتاعه بيهجم عليه بكل سهوله. وبايري بتقول له عدى وقت كبير جدا ان احنا نقف نحارب مع بعض، بس فجاه دماغه بتوجعه وبايري بتتمسك. وفينو بتقول له انا اسفه بس القوه السحريه بتاعتي ما يقصتهاش لسه. وبطلنا بيضرب بالسيف تاني علشان يهزم كل الايادي. وهنا فينو بتتدخل بتقول خلاص انا هوقف الجهاز كله وهوقفه، بس كالعاده ما بتعرفش تستخدم قوتها وبتبوظ كل الدنيا اكتر. فينو بتروح له ايه ده يا ابن اللعيبه، ايه الهجوم اللعيب ده، انا عايز اتعلمه. وبتحضنه وبايري ايه ده، لا والله قلتالي مين دي. فينو بتروح تسلم عليها وبتقول لها البشر مذهلين جدا، انت عايز تعرف انا مين؟ ماشي انا. وطلنا بيتدخل بالحرف ثانيه ما ايه
ما ايه انت فينو عادي. ويقول لبايري ما تركزيش، ده عبيطه مفكره نفسها فضائيه، كام فضائي 5% ما تركزيش معاها يعني. وبايري شاكه فيهم اصلا، فبتقول لها انت منين طيب بالظبط؟ ففينو بكل بساطه بتقول لها من عالم الشياطين. وراؤول كالعادة عمال يتدخل في الكلام، كانت مستعبدة في جزيرة الشياطين مش عالم الشياطين. وبيعدي اليوم واليوم اللي بعده فينو بتبيع خلاص أول منتج ليها، والزبونة خلاص هتدفع، فبتقول لها طب هو أنهي لون أحسن؟ فبترد عليها اللون اللي هو شبه كبدة العيال دي، طعمها حلو فأنا بحبه. فالزبونة بتجري وراؤول على آخره، يعني أنت بتعملي إيه؟ بتعملي إيه؟ كبدة ايه الله يخرب بيتك. وبعدها بيروح عند اليزا وبتطلب منهم ان هي عايزه موظفين بس يساعدوها قبل ما الفرع الرئيسي بتاعها يبعت لها موظفين، وبتطلب من المديره بتاعتهم ان هي تسلفهم موظف بس لاخر اليوم. والمديره ذات نفسها هي اللي كانت عايزه تنضم، بس المساعد بتاعها فايزر رفض وقال ما ينفعش، انت مديره المكان ومشهوره ومعروفه، ازاي تشتغلي في مكان تاني؟ هتترفضي. فبتلبسها على مين؟ على فينو، لان هي اكتر واحده مش معروفه ولسه جديده. وبيدوها لبس جديد، وراؤول بيرجع للشغل بتاعه وهو خايف اصلا على السوبر ماركت بتاعهم، لان عارف ان فينو هتبوظ لهم كل حاجه. وبنشوفها بعدها بتبيع مكرونه وبتقوله دي المكرونه دي سباكيتي زي شرايين الدم لما بنشفطها من الراجل اللي احنا بنكون معذبينه. وهنا اتدخلت اليزا ومسكتها، شرايين ايه؟ بتهزر يا فندم، احنا بنحب بس نتفرج على المسلسلات الاجنبيه والجو ده، فده زار. وبعدها بتطلب من رام تعلمها ازاي تشغل الاجهزه زي الميكروويف، وبتفهمها ان هي لازم تضخ طاقه سحريه قليله جدا وبعد كده توقفها. وبالفعل بتتعلم والجهاز ما بيبصش. وبنرجع لجده تاني، فاكرينه اللي كان في اول حلقه خالص في الانمي، ورجع يعمل نفس الحركه تاني مع نوفا. ونوفا انت مفكش صحه يا حاج، يعني انا لو مديت ايدي هتقع. وراؤول بيقول نفسي افهم الراجل ده بيجي كل شويه يشتري مصابيح بيعمل بيها ايه؟ ولا هو بيحبك يا بت ولا ايه بالظبط؟ بعدين انت ما بتتعصبيش ليه؟ يعني ده اخري خلاص، يعني جده ومش جده ما بتعمليش حاجه. فبتقول له طب اعمل ايه؟ يعني عندي 90 سنه اموته؟ بعدين انت غيران ولا ايه؟ بطلنا بيبص عليها وعلى جسمها. ففايزر هنا بيتدخل، لا بقول لكم ايه، التحرش ممنوع، معلش ممنوع، مش هنا. كفايه ان انتم ما بتبيعوش حاجه وتقفلوا لنا المكان، يعني تقريبا احنا قدامنا شهر وهنصفي، فاللي هلمحه في اي حب اي تحرر اي حاجه هطرده. بعدها بطلنا بيروح يجيب اكل من السوبر ماركت، بيشوف فينو بتشغل الجهاز، واليزا بتطلب منه ان هو يقنع المدير انها تحتفظ بفينو وهي هتعلمها كل حاجه. بس فينو بترفض وبترجع تاني وبتقول له ان هي قررت تساعد الناس ان هم يشتروا اجهزه من متجر ليون. وراؤول مستغرب جدا، ده ابوك يا بنتي قاتل نص الكره الارضيه. وطبعا المديره بتكون بتراقبهم. تاني يوم فايزر بيلاقي المكان فاضي، بيقول لهم هو فين الزباين يا جماعه؟ ها فين؟ انا عليا اقساط، انا مش هينفع الفرع ده يتقفل، لا اسمعوا مني، انا الرقم اللي بقبضه هنا مش هعرف اقبضه في اي مكان تاني. اتشقلبوا واكتشفوا لي الناس دي بتروح فين. بعدها بنعرف ان في واحده اتسممت بسبب ان فينو عملت بركه سامه قدام المتجر زي ما ابوها كان بيعمل عشان يجلب الشياطين للاماكن اللي كان بيبيع فيها زمان. فايزر يا جماعه شويه وهينتحر، ورام بتتدخل عشان تلحق العجوز اللي هو بيموت. بس جده وهو بيودع بيمسك حاجات، وهي بتقول له لا اهدى بس، انا ما بهتمش بموضوع السن والجو ده، هضربك. اقول لك حاجه، تعالى جوه عشان اخد راحتي معاك، هسيبك تلعب تعالى. وبتاعته تضربه. بعدها بيشيل البركه بس مفيش حد بيجي برضه، فبيقول ما بديهاش بقى. بقول لك ايه انت وهو، انت مش عايزه تغيري اللبس ده؟ احنا هنلبسك مايوكو قطعتين علشان تجيبي الزباين وكده. انا ما بحبش الاسلوب ده، بس انا هفلس وعلى اقساط فسوري يعني. بس المديره بتخش وبتقول لهم اهدوا بس، عشان السبب مش كده خالص، السبب ان في متجر منافس بيفتح فرع جديد في المدينه هنا وبيبيع ارخص مننا بكتير جدا وبينزل اعلانات في الجرايد كمان. بعدها بيروحوا ياكلوا في مطعم ويقعدوا يفكروا سوا هيعملوا ايه. ففينو بتقوم تساعد الناس في المطعم، وراؤول بيتدخل، انت بتنيلي ايه وبيمسكها وبيجرها، دي شغلتهم. والمديره بتجيب لهم اسعار المنافسين ليهم وفعلا ارخص بكتير، والمكان ده اسمه اماده وفتح فرع جديد عندهم. فالمديره بتقول لهم يلا انا هسمعكم كلكم، كل واحد يديني رايه نعمل ايه. فراؤول بيقول لها طب خلاص سهلا نبيع احنا كمان ارخص منهم. فالمديره ارخص طب هات بقى الاكل ده، خساره فيك. وفينو بتقول لها نهدد الزباين. وفايزر بيقول لها خلاص عندي حل، طب ما نروح نتجسس عليهم ونفهم هما بيبيعوا ارخص ازاي والدنيا والحوارات دي. فالمديره بتوافق وبتقول خلاص تمام. فينو وراؤول هيروحوا وكانهم في موعد غرامي، وبنشوف فعلا المتجر ده ايه الدنيا معاه وبيعمل الزباين ازاي ويتجسسوا عليه يعني. وتاني يوم بنشوف المتجر نضيف فعلا ومنظم، وبنكتشف ان في واحده مكسوفه جدا اللي هي بايري يا جماعه موجوده هناك.
دي اللي كانت بتقول لهم ان هي شغاله في شركه امن كبيره. وبعدها في حد بيخبطها فبتوه خالص من بطلنا، وبيكون في زحمه كتير فمحدش بيعرف يوصل للتاني، وبيقعدوا يدوروا على بعض كتير بس في الاخر بيلاقوا بعض. وتشوف ناس متلمه كتير قوي على اكل فتروح تطلب اكل، وليزا بتشوفه بتقول له انت بتعمل ايه هنا لوحدك؟ فبيقول لها انا لا انا مش لوحدي انا مع فينو. فبتزعل قوي وبتقرب منه، يعني انا بطلب منك كل شويه نخرج وبترفض، وفي الاخر تخرج مع الفلات دي. وفي حد بيخش بيعاكس البت الرام، وطبعا هي ما بتستعناش بتضربه، بس اليزا هنا بتقول لها اهدي بقول لك ايه، ما تيجي انت بقى تورينا بقى الاجهزه اللي عندك بدل ما نبلغ عليك ونرفدك. وبتشده وتاخده وتمشي، وراؤول وفينو بيكملوا وهو مكسوف جدا. وبعدها بنشوف المسؤولين بيروحوا للمديره بتاعه ليون وبيقولوا لهم ان المبيعات قلت 40%، وللاسف هنضطر ان احنا نغلق المتجر في وقت قريب جدا. وبنروح لبطلنا وبيشوف ان الاسعار والمنتجات احسن منهم وارخص بيه كتير جدا، وان هم مستحيل يعرفوا ينافسوهم. بعدها بيبص جنبه بيلاقي بايري. ايه ده بايري؟ قال لها هي شركة الأمن فتحت فرع ليكوا هنا ولا؟ ولما بتلاقيش أي حل خالص بتقوله إن هي متنكرة في اللبس ده عشان تحرس المكان، بس طبعا بيكشفوها لأن اللبس بتاعها باين جدا إن هي مش متنكرة، ده فعلا هو ده شغلها. فبتشرح لهم ان هي سابت شركة الامن اللي هي كانت شغالة فيها وما لقيتش اي شغل خالص غير هنا وبيدفع ارقام حلوة. وبننتقل تاني للمديرة والرئيس بتاعها وبيقرروا ان هم يقلدوا امادا، وامادا ده هو المتجر المنافس ليهم. وبنرجع تاني لبطلنا وبايري بتقول له انتوا ماسكين في بعض ليه؟ وفينو بترد عليها عشان انا عشقته مثلا واحنا خلاص شوية وهنتجوز. فبايري بتزعل جدا وبتقول لبطلنا هم عشان عندها اكبر من اللي عندي. ماشي يا عم ماشي، ولا انتوا الاتنين ببعض. بس هو بيحاول يشرح لها ان هو جاي يتجسس عليهم لا اكتر ولا اقل، وبيقرروا ان هم يتجسسوا على المكان سوا، وبيجربوا كل حاجه حتى الكرسي الهزاز، وبيجربوا ويشوفوا ايه فرق الاسعار دي جت ازاي، وبرضه ما بيلاقوش اي حل. وفي اخر اليوم في حد بيجي بيتحرش ببايري فبتزعق له، فلما بيهددها ان هو هيبلغ عليها بتعتذر له لانها خايفه ان هي تترفد. بس فينو بتقول له انت لا زباله، انت جرب المسها تاني وانا والله العظيم لا اقتلها. وراؤول بيتدخل وبيهدي الموضوع، وبيخش مدير المبيعات بتاع امادا وهو زعلان وبيقول ان هم لازم يحترموا الزباين. ومساعد المدير اللي هو جنبه بيقول له اتمنى منك ما تبوظش سمعتنا يا راؤول. وراؤول مستغرب ايه ده انت عرفت اسمي منين يا عم الحاج انت؟ فبيقول له طبيعي احنا عارفين كل اللي شغالين في ليون، هو احنا زيكم يا ابني؟ ننتقل للمديره بتاعت ليون وهي بتشوف المصانع بتاعت الخصم بتاعها، وبنشوف ان في وحوش سحريه بتتغذى على الشياطين وهي اللي بتشتغل في المصانع، فعشان كده بيعرفوا يوفروا فلوس العماله. وفي وحوش بتموت من كتر الشغل وبيتخلصوا منها كأنها حسالة. فبنعرف ان هما بيستعبدوا الوحوش حرفيا من جيش ملك الشياطين السابق من بعد ما البشر كسبوا الحرب، وعشان كده منتجاتهم رخيصة. ولما بتطلب منه ان هو يورد لهم بيقول لها انا اسف انا شغال مع شركة امادا وممنوع ان انا اوفر اي منتجات لاي شركة تانية. فايزر بيقول له طب انت فرجتنا ليه على المصانع من الاول؟ فبيرد عليه علشان امادا هي اللي طلبت مني ان انا افرجكم واخليكم تعيشوا في حسرتكم وتعرفوا الفرق ما بينكم وما بينهم. وبنرجع لراؤول تاني ومساعد المدير اللي قدامه بيقول له انت زعلان ليه؟ تحب تنضم لينا زي صاحبتك؟ انت كنت ابطال تقريبا صح؟ بس راؤول بيزعل جدا من الكلام وبيسيبه وبيمشي. بس المساعد بيقول له بخصوص الكاميرا صحيح اللي انت كنت واقف مع الولا بتسأل عليها من اختراعنا، ممكن اديها لك على فكرة هدية تفحصها طالما انت كنت بتحاول تشتري وما عرفتش يعني. في اخر اليوم بيتجمعوا ويشوفوا يعملوا ايه بس ما بيلاقوش اي حل. وتاني يوم الصبح راؤول بيلبس زي علشان يجذب الزباين، وفينو بتلبسه هي كمان معاهم، وبيفضلوا يتحايلوا على الناس في الشارع علشان يشتروا بس ما حدش بيعبرهم نهائيا. وبنشوف امادا بتعمل اعلانات بالبنات واشكال وحوارات في حتة تانية، فرق المنافسة جبار. وفي زبونة بتخش بتطلب منهم أجهزة معينة هم المتخصصين في بيعها، وهي الأجهزة اللي بتكون بتستخدم سحر قليل جدا وما بيكونش عند الناس دي طاقة سحرية. فبقرر ان هي تشتري منهم مكيف، وهو بيفرح جدا ان هو هيبيع. وبيروح للو وبيقول لها ان هي تجهز كل حاجه وبيروح علشان يركبوها. وهنا فينو بتساله هو اشمعنى ان احنا رايحين عند الناس تنكب التكييف والجو ده؟ فبطلنا بيفهمها ان الناس دي بتبقى من غير طاقه سحريه، فبنروح لهم علشان نشحن الاجهزه دي بالطاقه السحريه بتاعتنا، ودي خدمه احنا محتكرينها. بنعرف ان هم مش عندهم شاحنات كتير بس بياخدوا شاحنه منهم وبيروحوا. ولو بتاخد بالها ان الشركه المنافسه موجوده
هناك ومش فاهمين بيعملوا ايه بالظبط، وبطلنا بيروح علشان يشحن الاجهزة ويركبها وبالفعل بيشحنها، بس المشكلة ان الجهاز بيطفي تاني ودي حاجة غريبة جدا. ففينو بتقرر انها تتدخل وتجرب بنفسها، بس اول ما بتدي طاقة للجهاز الجهاز بيطلع مادة غريبة بتمسك في ايديها وبتمشي في جسمها كله وبتحاول تمسكها بالعافية وفي الاخر بتسيطر عليها بس بتقعد تعيط. فصاحبة المنزل بتديها فوطة وبتدخلها وبتعيدها عندها جوه في البيت. بنعرف ان ده كائن سحري بيكون موجود بيبوظ الاجهزة، وفي حد بيتكلم راؤول في التليفون بيقول له تعالى بسرعة في مشكلة، والمتصلة دي بتكون له. بيروحوا وبيكتشفوا ان الجدة اللي طلبت الاوردر قبل كده طلبوا من شركة منافسة اللي هي امادا نفس الاوردر طبعا، والمشكله هنا ان لازم يلغوا اوردر من الاوردرين. فراؤول قرر ان هو يلغي الاوردر بتاعه وينسحب بهدوء، بس لما قرر يمشي ابن السيده وقفهم، فبينزلوا من العربيه عشان يشوفوا في ايه بالظبط، فبيكتشفوا ان هم محتاجين شحن للاجهزه، وبما ان مفيش غيرهم بيشحن الاجهزه فقرر ان هو يطلب المساعده منهم. بس المشكله هنا ان الاسلاك هي اللي بيكون فيها المشكله، والجهاز بيرفض ان هو يتشحن، والمسؤول بتاع الشركة المنافسة بيطلب منهم 300,000 عشان يغيروا الاسلاك، ولو قرروا ان هم يلغوا الاوردر خالص اللي هو المكيف هيدفعوا 10,000 غرامة. فالراجل بيبص لبطلنا بيقول له ايه ده، هو انت كمان كنت ناوي تاخد ال 10,000 غرامة؟ فبيحاول ينكر بس باين عليه جدا ان هو فعلا بطلنا كان ناوي يقلبه في 10,000 غرامة. ولو بتقول له ان المشكلة عندك فاحنا مش ذنبنا اي حاجة نهائيا، وعموما شوية ومفيش اي جهاز هيشتغل في المنزل، فلازم تشوف العطل ده منين. ولما الجدة بتطلب منها ان هي تغير السلوك بتقول لهم ان برضه نفس النظام، انتوا هتدفعوا عندنا اكتر كمان من 300 مش 300 بس، وان ده سال الاسلاك بالتركيب ملهاش علاقة شركة من التانية. بس بتقول لهم ان هي هتحاول تصلح الموضوع بس محتاجة وقت شوية. فالمندوب بتاع امادا اللي هو المنافس ليهم بيقول لهم ماشي انا موافق بس معاكم ساعتين بس، وقرروا يا اما تدفعوا 300 يا اما 10، وبيقعدوا يدوروا في الاسلاك ويشوفوا ايه المشكلة بالظبط، والكل بيبحث الاجهزة والاسلاك، ولما فينو بتلمس التلاجة بتتوقف عن العمل نهائيا وتقول لهم قسما بالله انا ما عملتش اي حاجه يا جماعه، والله هي التلاجة هي اللي بايظه. ولما بيتاكدوا بيلاقوا ان السحر اتقطع عن المنزل كله. وفينو بطلنا افتكروا الوحش اللي كان قبل كده اللي كان بيمتص الطاقة، فقالوا ممكن يكون هنا برضه، فقرروا ان هم يدوروا في المنزل لو كان في واحد مشابه ليه في المنزل هنا، وبالفعل بيكتشفوا مكانه وهو بيكون تحت الارض، واللي هو بترسم دائرة سحرية بعيدة عن المنزل وبتخلي فينو هي اللي تجرب لان عندها قوة سحرية جبارة، واول ما بتفعل قوتها السحرية كان السحر بيتجه اليها بس بيمتصها كلها، وراؤول بيحاول ينقذها بس ما بيعرفوش يعملوا اي حاجة فبيقرروا يفجروا المكان كله، وبالفعل الوحش بيموت. كل حاجه بتشتغل، ولما بيجي المندوب عشان يركب المكيف ابن السيده بيقول له لا للاسف انا مش هركب معاكم، انا هركب معاهم هم لان هم تعبوا فعلا في كل حاجه، وللعلم انا هدفع الغرام عادي. وفي اخر اليوم لما بيقعدوا مع بعض فينو بتقول ان هي عملت كل المجهود وان راؤول ما عملش اي حاجه وكان فاشل، والمديره بتشكرها هي واللواء، وفينو بتشتري حلويات على حساب المديره والمديره بتكافئها بيها، وبتقعد تاكل وبتروح في النوم زي الاطفال. وبطلنا بيشيلها للمنزل بس هي بتتحرك وهي نايمه، وتاني يوم بيحس بحاجه جنبه وبيمسكها، ولما يقوم بيلاقيها في وشه والاتنين بيتخضوا. وبنعرف ان هي ما عندهاش مروحة فجت بالليل علشان مفيش اي هوا خالص ناحيتها، وان الجو حر تماما، ومن صفات الشياطين بيتحركوا وهم نايمين بدون ما يشعروا. هو مستغرب من الكلام جدا بس بيقول لها تمام ماشي، المهم ما تعمليش كده تاني وما تروحيش عند اي حد، وبيقوم عشان يعمل لها اكل وهي فرحانة جدا بالمروحة، وبيقعدوا ياكلوا. بعدها بيروح الشغل والجو بيكون حر جدا لان هم في الصيف، واول لما بيوصلوا بيلاقي ان نوفا مغمى عليها وعندها حمى والجو حر جدا، حتى فينو بتقع على الارض ونوفا ما بتعرفش تاخد نفسها. فبطلنا بيحاول يحل الموقف وبيفتح لها القميص علشان ما تتخنقش، بس فايزر والمديرة سيرا بتكونوا قدامهم وبيفتكروا ان هو متحرش، وبطلنا بيقول لهم قسما بالله يا جماعه انا ما عملتش اي حاجه انا كنت بساعدها. وطبعا ما حدش مصدقه خالص نهائيا يا جماعه، زيرو مصداقيه، وبيفضلوا يلقحوا عليه وبيقولوا له اعترف بالحقيقه واحنا هنسامحك، وبيبصوا له بصات وحشه جدا. ونشوف ليو بتحاول تشوف ايه مشكله المكيف ان هو مش شغال في المتجر، وبتقول ان هو هيحتاج شويه وقت، وبنعرف ان في بركان انفجر قريب منهم وعلشان كده الجو بقى حر. بعدها بشويه البضاعه الصيفيه بتوصل وبيقفوا في الحديقه علشان يبيعوها. بطلنا بيكتشف ان فينو مش لابسه اي حاجه تحت القميص وان القميص شفاف وبيزعلها عشان تقوم تلبس، بس المشكله هنا ان هو بتقرب منها وبتقول
بتقول له ان هي ما بتعرفش تتحكم بسحرها لو في اي مشاكل في جسمها او تعبانه او الجو حر وهي مش مركزه في اي حاجه، فبتعتذر له وبتحاول تقوم علشان تنفذ كلامه وبتلبس، بس بتلمس الاجهزه وبالفعل بتفجر كل حاجه. بعدها بيروح للمدير عشان يشوفوا هيعملوا ايه، فالمديره بتقول له انا عندي الحل، احنا هننزل نبيع بالبيكيني. وراؤول طبعا مستغرب هي بتهزر ولا في ايه، وفعلا بتطلعه ايه ده، وبعدها بيلبسوا وبيغيروا وبالفعل الزباين بتزيد. وفايزر وراؤول واقفين مذهولين، وفايزر بيأكد عليه وبيقول له ان المديره مستحيل تقفل الفرع، هي بتحاول بكل مجهودها حتى لو هتقلع. المديره بتاعتنا يا صاحبي هتخش جهنم حتف. وبيقفوا على الكاشير عشان ما عندهمش اي حاجه يقدموها للناس، وبيأكدوا لبعض ان فعلا شكلهم هيترفضوا لان مش عارفين يبيعوا اي حاجه ولا يعرفوا ينافسوا البنات دول. والمديره بتروح للي هو علشان تقلعها، قصدي عشان تلبسها يعني البيكيني. فراؤول بيشوف حمامات السباحه الصغيره وبيقول ان هي اختراع فاشل ومحدش هيشتريها منهم، بس المديره عندها طبعا رأي تاني خالص وبتنزل البنات فيها عشان تبيع. وبيبص لها بيقول لها انت ما عندكيش مبادئ نهائيا خالص. وبتيجي اليزا ولام وهم عندهم اجازه النهارده، فبيقولوا لهم لو عايزين مننا اي مساعده احنا ممكن نقدمها. وهنا بقى المديره عينيها لمعت وقالت لهم مقاساتكم كام يا حبايبي. وهنا بطلنا وفايزر اتاكدوا ان هيتم الاستغناء عنهم قريب لان هم ما باعوش اي حاجه وواقفين على الكاشير بس. ففايزر بيقول له انا عندي الحل اقلع، وبيديله شورت. وطننا بيرفض، وبنشوف ان المذيعه بتقول في الاخبار ان درجه الحراره وصلت 62. ولام بتقرر ان هي تبيع اكتر، فبتقول للناس اللي هيشتري اي كاميرا في المتجر ليه الحريه اللي هو يصورنا او يصور اي حد من الموظفين بالطريقه اللي تعجبه. وطبعا يا جماعه الناس كتير جت، وفايزر اتأكد ان البت دي عندها مستقبل باهر وان هي منافسة للمديرة جدا. والمديرة بتقول ان انا كان عندي نظرة في البت دي. وبطلنا بيقول انا ايه اللي جابني وسط الشياطين دول. والمديرة بتقرر تعلق عليهم في الموضوع وبتقول ان هي ممكن تقلع للناس عادي بس يشتروا. ففايزر جاب اخره، لا مش للدرجات، احنا كده هيجيلنا بوليس الاداب مش هنبيع اكتر. الله يسترك يا عم فايزر، انا مش كنت عارف اخبي كل ده ازاي الصراحة. وبايري بتيجي وبتزعق لهم وبتقول لراؤول يعني انت جيت عشان تتريق عليا قبل كده وعلى لبسي وانتوا بتسحبوا الزبائن مننا باساليب وحشه. فبيقول لها لا والله انا لسه بلبسي انا معلقتش. ولما بتخش ايه ده، هو انت بتحب راؤول او حاجه يا قطه بنت عليزه، انت طلع عندك منافس. وبتطلع لها لبس بيكيني وبتقول لها انا عارفه انك جايه تتجسسي. وبنرجع بالزمن وبالفعل مساعد المدير بتاعها قال لها ان هي تروح تتجسس عليهم. فلام بتقول لها انا موافقه ان انت تتجسسي علينا بس بشرط انك تنضمي لينا. وبالفعل بتنضم ليهم عشان تجمع المعلومات عشان ما تطردش من المتجر بتاعها. بس المشكله ان لما اي حد بيجي يصورها بتضربه على طول. وبطلنا بيقول ان ما ينفعش بايري تعمل اي حاجه من الحاجات دي او تشتغل معانا لان هي مش موظفه اصلا معانا. بس لم بتتدخل، مش ايه يابا مش ايه عينيا، امال انا ايه، ما انا برضو مش معاك ولا البت اليزا دي، ولا انت غيران عليها؟ قول ان انت غيران على بايري، ما غيرتش على صاحبتي اليزا يعني. وفي اخر اليوم الراجل اللي هو ابن الجده جاله وبيقول له انا اللي اشتريت المكيف منكم، ينفع اكتب مقالة عنكم؟ انا على فكرة صحفي. وطبعا بيقبل بكل فرح. وبنكتشف ان صاحب أمادة وصاحب المصانع بتاعتهم بيطرد المدير بتاع أمادة لان هو كان فاشل لدرجة ان خلى المنافسين بتوعته يعرفوا يبيعوا. وده طبعا بعد ما بيقرا الصحيفة. وبيجي يوم الاستلام بتاع اول راتب لفينو زائد المكافأة اللي المديرة كتبتها لهم، وكل واحد بيقرر يشوف هيشتري ايه. وفينو بتروح لغرفة راؤول علشان تشوف هتشتري ايه بالظبط، وهي عمالة تفكر هتعمل ايه. بس بطلنا في حتة تانية خالص، بطلنا مكسوف اصلا منها ان هي في غرفته وعمال يزعلها انت بتعملي ايه هنا. فبتقول له ايه المشكلة، انت زي اختي الكبيرة يعني ايه المشكلة. وطبعا بطلنا خد الصدمة، اخت مين، بطلنا ما حصلش يبقى زي اخوها حتى، انتوا متخيلين؟ لكم في عونك يا ابني. فبتقول خلاص عرفت انا هشتري ايه. وبتقرر ان هي تشتري مصيادة صراصير لان هي بتخاف من الصراصير. وبالفعل زي ما انتوا تخيلتوا في صرصار بيكون موجود في الاوضه وهي بتنط عليه من كتر الخوف وهو على اخره اصلا. يا بنتي ده صرصار عادي، ده الصينيين بياكلوه. وتاني يوم بيروح علشان يشوفها تشتري ايه وهي اساسا مش عارفه تتعامل مع البشر. ومره كانت هتتخبط من عربيه وبينقذها. وبعدها بتقف قدام محل مجوهرات وبتقول له اشتري لي حاجه من دول. فهنا بيقول لها لا اهدي بس علشان دي حاجه بتاعت المرتبطين واحنا مش مرتبطين اصلا. فبتوقفه بعد ما شدها وبتقول له خلاص اعتبرنا مرتبطين النهارده يا اسطى وهتالي عادي يعني. فبيسيبها وبيمشي وبيشوف سيف وبيكون عاجبه جدا ونفسه يشتريه. بس الراجل بيقوله ان هو ب100,000
وفي نفس الوقت فينو بتكون عماله تكلمه وهو ما بيردش فبتسيبه وتمشي. وبعد ما بيتكلم مع الراجل بياخد باله ان هي مش موجوده وبيقعد يدور عليها. وبعد ما بيدور عليها كتير فجاه بيلاقيها قدامه بس لبسها متغير وكل حاجه فيها متغيره، وبتساله عن رايه فيها فبيقول لها حلو، فبتحضنه. وطبعا بنعرف ان هي راحت لكوافير وبعدها راحت لمحل المجوهرات واشترت محفظه ذهبيه وصرفت كل المرتب بتاعها. فبيقول لها ان المحفظه حلوه وكل حاجه بس المشكله انت هتكملي الشهر منين يا قطه. فبتقعد زعلانه بس بتشوف كريب وحلويات قدامها بتكون نفسها فيها، فبطلنا بيقوم يجيب لها واحده على حسابه. وبعدها بتديله هديه كانت اشتريتها له وهي تميمه حظ، وتقول له ان بتاع المجوهرات قال لها ان هي جواها شعرايه من الشخص الذي قتل ملك الشياطين. فبيتصدم وفي اخر يوم بيقعد يبص للتميمه وبيقعد يضحك، وده طبعا لان هو اللي قتل اصلا ملك الشياطين ومستغرب جدا. وبيسمع صوت فينو وهي عماله تصوت، ولما بيروح عشان يلحقها بيلاقي اتنين بيجروا وطبعا ما بيلحقهمش. واول ما بيشوف فينو بيلاقيها مصابه وبتقول له ان هي لازم تصبح ملكه الشياطين لان في ناس كتير خسروا شغلهم زي الحدادين واللي بيصنعوا الاسلحه والابطال. وطبعا بطلنا مستغرب هي عرفت الحاجات دي منين. وتاني يوم بتروح علشان تفطر عنده لان ما معاش اصلا فلوس تشتري اي حاجه، وهو مستغرب جدا ان الجراح بتاعتها خفت بسرعه، وبيعترف لها ان هو بيتكسف منها فلازم تلبس لبس محترم. فبتقرر ان هي تقلع علشان تلبس اللبس المحترم، فبيزعلها تاني انت بتقلع هنا. وبيعدي اسبوع على نفس الوضع ده وبيشوفها بتلعب مع الاطفال، وبطلنا ونوفا بيتفرجوا عليهم من بعيد. وفجأة جده بيسلم عليها تاني ونوفا بتقول له انت عندك 100 سنة يا حاج. هقتلك يا حاج. هقتله. وبعد شوية فينو بتقول لراؤول انها مش عايزة تكون زي ابوها لان ابوها كان وحش جدا معاها لدرجة ان هو قتل امها، وان هي عايزة تكون مديرة في المتجر وبس. فبيقول لها مديرة؟ طب بالنسبة للمديرة بتاعتنا سيرة دي يعني نرميها في الزبالة. فبتقول له لا انا ماليش علاقة بيها، انا عايزة اكون مديرة للفرع بتاعي، انا اللي هيكون في عالم الشياطين وهفتح فروع كتير كمان هناك، وانت هتكون مساعد بتاعي يا جربوع انت. وهو طبعا مستغرب انت بتنيلي ايه ولا بتقولي ايه. وفي شخص بيجي هنا اللام وبتقول له انت جاي بعد سنتين، انا ما شفتكش يا ابني في خلال السنتين دول. فبيقول لها ان هو بيحاول يخلي فينو ملكة الشياطين عشان العالم كله يرجع يحتاج ليهم من اول وجديد، بس طبعا بترفض. فبيوريها سلاح قديم وهي عبارة عن قلادة وبيمشي، بس هي بتحاول توقفه وبتقول له بلاش نعيد اللي حصل تاني من اول وجديد والعالم بقى حلو دلوقتي. وبننتقل تاني لراؤول والابطال بيجولوا المتجر وبياخدوه علشان ياكلوا، وبيقولوا ان هم هيرجعوا ابطال من اول وجديد والعالم كله هيرجع يحتاج لهم ويدوم فلوس وحاجات كتير، بس ده كله مقابل ان انت تساعدنا لان فينو لازم ترجع وتبقى ملكة الشياطين وان هو لازم يساعدهم. فهنا بطلنا بيفهم ان هم اللي ضربوها قبل كده وبينفعل عليهم والنادلة بتشوفهم فبتطردهم، انتوا عمالين تزوطوا هنا ليه؟ ده مش مكان للخناق يا جماعة. وبعدها بنشوف ان بيتم خطف فينو وبايري بتقابل كلاين، وريدو بيقول لفينو انها لازم تكون ملكة الشياطين وتفضل تحاربهم للابد وهم مقابل كده مش هيقتلوها وهيسيبوها ملكة الشياطين للأبد. ولما بتسأل هي فين بيلز بيرد عليها ويقول لها دي مدرسة تدريب الأبطال على فكرة، ودي اللي خرجت ناس كتير زي راؤول وبايري وكلاين وناس كتير قوي. وعلى فكرة راؤول هو اللي قتل أبوكي لو انت مش واخده بالك، ومش بعيد يكون هو اللي قتل عيلتك التانيين، انا معرفش، احنا كنا بنقتل في جنسوكو كله. وبيرمي لها صوره وبيفرجها عليها وبالفعل الصوره بتكون موجود فيها الابطال ويقول لها احنا اللي ابدنا نص الجنس الشيطاني. بيفكها وريدو بيعرض عليها القلادة وهي قلادة توارثتها عائلة ملك الشياطين وكانت ملك أبوها وخدوها منه لما قتلوه، وهي بتمكن أي شيطان يلبسها إن هو يسيطر على أي شيطان تاني قوته السحرية أقل منه. وبعدها بشوية بيوصل راؤول وبيسأل فين فينو وبيلز بيقول له هو ده السيف اللي انت كان عاجبك صح؟ بس انا كنت مراقبه كل يوم ده، انا اشتريته على فكرة، تحب اوريهولك؟ وبيقوم يضربوا بيه وبيدمر المكان كله وبيقول ان الموضوع كله كان غلطتك انت اللي قتلت ملك الشياطين وما كانش المفروض حد يموته. ما الابطال بيحاربوا ملك الشياطين بقالهم مئات السنين ودايما بيهزموه بس ما بيردوش يقتلوه علشان محدش يرميهم زي ما العالم رمانا دلوقتي، احنا لازم نرجع تاني ويبقى لينا لازمة. فراؤول بيفضل يضحك لان ما كانش متوقع ان الابطال اللي كان بيدافع عنهم زمان هم الابطال اللي كانوا عايزين ينهوا العالم.
ويسيبوا الحرب شغالة إلى مدى الحياة. وبعدها بنشوف راؤول معاه عصاية وبيحرر فينو وبيقول لها إن دي غرفة تدريب على الحرب كنا بنتدرب فيها زمان، وريدو بيقول لكلاين إن بيلز هزم. ونشوف بايري بتروح لراؤول وبتقول له إن هم قالوا لها على كل حاجة، فبيسألها أنت عايزة تعملي زيهم؟ فبتقول له إيه؟ زي مين؟ أنا يا ابني مستحيل. فبيفرح. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الطعابة والحلاوة دي أقسم بالله. فبتكمل كلامها انا طبعا مش عايزه احررها واخليها ملكة الشياطين والجو ده، لا 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 خالص، انا عايز اقتلها. إيه القرف ده يا جدعان؟ في إيه؟ انتوا بتشربونا إيه يا جدعان؟ وفينو بتسألها تقتلين انا ليه؟ طيب عملتلك ايه؟ فبترد عليها لان ابوكي قتل عيلتي كلها. وبيبدأ القتال بينها وبين راؤول والابطال بيتفرجوا عليهم من بعيد، وبنشوف ان في وحش موجود بالخارج. وبايرة بتقول لراؤول ان انت عارف انها بنت ملك الشياطين ومرضتش تقولي وكنت بتكذب عليا، وكمان ايه العصايه اللي معاك دي؟ انت ناوي تهزمني بمجرد عصا؟ وبيقول لها عادي ههزمك، وبيضربها والضربه بتكون جباره وبتقع على الارض بس بتقوم وبتكمل قتال عادي. وريد بيقول لفينو واخده بالك انت من الموهبتين دول؟ مش حرام الموهبتين دول يضيعوا في بيع أجهزة منزلية؟ وبيلبسها القلادة ويقول لها انت السبب انهم هيقتلوا بعض على فكرة، وعلى فكرة الاتنين دول كانوا حبايب زمان. لو بقيتي ملكة الشياطين مش هيحصل اي حاجة خالص، ولا حد هيعمل اي حاجة لحد، بل كمان هيتحدوا عشان يقتلوكي. وبنشوف ان كلاين معاه تنين وعايز يهجم على المدرسة، بس السحر كله بيمتص من خلال متجر ليون. فبيروح عشان يفجر المتجر، بس بيلاقي المديرة قدامه وعمالة تحسب حاجات كتير وبتقول له انت هتدفع حاجات كتير قوي مقابل الدمار اللي انت عمال تعمله ده كله. وهو مستغرب، انت عبيطة ولا ايه؟ وانت مفكرين هدفع الحكومة حاجة بعد اللي احنا بنعمله؟ احنا بندمر العالم يا بنتي، دي مش شايفاني انا راكب ايه ولا ايه؟ وفايزر بيقول انه خلاص وقع في الفخ، وان المديرة بتستخدم سلاح من الاسلحة القديمة. وفجأة بتقول له خلاص الحسبة خلصت، اتفضل هو ده حسابك. وفجأة التنين بيتفجر بضربة واحدة. وبنرجع لراؤول وهو بيقاتل بايري وبيستخدموا كمان كامل قوتهم، وبايري بتتأسف له ان هي هتأذيه لان هو بدون سلاح ولا الدرع، والاتنين بيسقطوا على الارض من قوة الهجوم. وفينو بتعيط وبتفعل قوة القلادة وبتكسر السلاسل وبتطير. وبايري بتلاقي ان السيف اتكسر وبتقول هو كسر بمجرد عصاية، وبتروح علشان تشوفه وهي بتعيط لان هي مفكرة ان هو مات. بس لما بتركز بتلاقي ان السيف جه في التميمه اللي فينو اديتها له، وبيقوم وبيحضنها وبيقول لها انا ما كنتش متوقع قوي ان انت هتعيطي عليا قوي ده كله. وبيجي ريدو وبيستخدم السحر الاسود وبيضربوا عليهم، بس المديره السيره بتمتص السحر كله باستخدام اداه سحريه وبتقول له مضى وقت طويل قوي يا ريدو، تقريبا 2 أو 3 ما شفناش بعض صح؟ وتقول لهم سيبكم من ريدو، ده انا اللي كنت بعلمه يا جماعه في المدرسه دي، روح سيبوني العب مع الواد ده. ولما بيطلعوا كلهم بيلاقوا الجد واقف مستنيهم بعربة بتطير، وبيقول ان السيرة طلبت منه ان هو يساعدهم علشان فينو، وبياخدهم وبيروحوا لفينو. وللعلم هي على قمة جبل بركاني، وبنشوف ان القتال اشتد وان سيرة معاها ادوات معمولة مخصوص ليها من قبل طبعا شركة ليون، وبتضربه مسدس ضغط للهواء وبتدمر كل حاجة حوالين ريدو وبتهزمه بسهولة بمساعدة إليزا. وبنشوف ان بطلنا واللي معاه متجهين لفينو، لان فينو متجه للبوابة اللي بتفصلهم ما بين عالم الشياطين والعالم ده. واول لما بيشوفوا فينو بيلاقوها اتحولت لشيطان بالكامل وعينيها احمرت، وبتضربهم بالصخور النارية اللي طالعة من البركان وبتصيب العرب وبتصيب المدينة بالكامل. وبنشوف ان الزباين بتيجي للمتجر وبتسعى عن وسائل حماية من البراكين، والناس بتيجي بكمية كبيرة عشان تشتري، لدرجة ان نوفا مش ملاحقة على اي حد. وابطالنا بيوصلوا الكهف بيحاولوا يحتموا فيه قبل ما يصلحوا العربية، وبيلاقوا اسلحة كتير جدا في العربية وسيوف، وطبعا سيرة كانت سايبها لهم اللي هي المديرة. وبنرجع لها وبنشوفها بترش ميه سخنه على ريدو وبتقول له ايه رايك بقى في الغلايه؟ بتغلي حلو؟ انت حسيت بدرجه حراره عاليه صح؟ مبلغها 1200 لو انت عايز تشتريها، عمله معدنيه مش كتير يعني. بطلنا بينتهي من تصليح العربه وبيطيروا تاني، بس في شياطين بتهجم عليهم من كل مكان وبيهزموها بالفعل، بس المشكله ان عددهم كبير جدا لدرجه ان العربه نفسها ما استحملتش وبتقع بيهم حوالين البركان. وبيكون في وحوش كتير جدا على البوابه، بس لام وبايري بيحاربوهم وبيقولوا له
بتروح انت انقذها وبيقفلوا الباب تاني، وبيوصل لمكان فينو بس هي ما بتتكلمش، وهو بيحاول يهجم عليها وبتصد كل الهجمات، وبيفضل يتكلم معاها كتير بس هي مفيش اي حاجة، وبيحاول يفكرها بكل حاجة ما بينهم وبتهزمه بكل سهولة، وهو بيحاول يقفل البوابة بجسمه لأن خلاص اتهزم، وهي بتمسكه بتحاول تخنقه علشان تقتله وهي عمالة تعيط. فهنا بيفهم ان هي فاهمة كل حاجة وهي مجمعة بس مش عارفة تتحكم بجسمها، فبيقرر يطلع لها ورقة السي في اللي هي قدمتها في الأول خالص الانمي، وفجأة افتكرت كل حاجة وفاقت، والباب بدأ يتقفل تاني من جديد وهي رجعت لطبيعتها. وللعلم في حاجات كتير قوي حصلت في الانمي بس انا قاطعها لان مستحيل اعرضها، مش عارف اخبي ايه ولا ايه، انا هعمل ايه. وبعدها بنشوفهم مجتمعين والحياة حلوة، وانتهى الانمي لغاية هنا. يا رب اكون كنت خفيف جدا عليكم، والى اللقاء في انمي جديد.